السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في مادة طب أمراض الباطنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتور حسن حمدي. إن شاء الله النهاردة هناخد الهايبرتنشن، ايه هو ارتفاع ضغط الدم. بس قبل ما نتعرف على يعني ايه ضغط دم أصلا، فلازم نتعرف الأول هو ضغط الدم ده عبارة عن ايه. قال لي هو رقم مدى اتساع وضيق الأوعية الدموية، واللي من خلالها والقيمة ديت بتعبر عن ضغط الدم ده على الجدار وهو ماشي في تدفق الدم. تمام يا شباب. بنقيسه ازاي؟ عندنا جهاز ضغط قياس الضغط، عندنا دب الزئبق، عمود الزئبق، وكذلك في جهاز رقمي بيدينا إشارات طبيعي منها إن هو يكون أقل من 120، أقل من 120 على 80. عندنا حاجة اسمها سيستوليك. السيستوليك ده أثناء انقباض القلب، وعندنا الدايستوليك أثناء انبساط القلب. ما انتوا عارفين إن القلب بينقبض وينبسط، تمام؟ فأثناء انقباضه الدم بيبقى عالي، أثناء انبساطه ضغط الدم هيقل شوية، تمام؟ فالطبيعي بقى النورمال بيكون أقل من 120 على أقل من 180، أقل من 120 على أقل من 180، لأننا بنحسب السيستول على الدايستول. يعني هو الرقم مش بنحسب النتيجة، يعني 120 على 180 بيساوي كام على كام، لا 3 على 2، لا مش كده. احنا بنقول دي قيمة على قيمة، بس دي إلى كذا، وما في 120 على 80، تمام؟ ده نورمال. طيب لو زاد شوية، دي زاد 10 وهنا زاد شوية، قال لي لا ده هنا بقى elevated شوية، بقى مرتفع شوية، تمام؟ بدأ هنا بقى يزيد عن 130، بدأ يرتفع، يخش في مرحلة أولى ضغط بقى، تمام؟ بدأ يخش في مرحلة إيه؟ مرحلة أولى. بعد كده عدى ال 140، لا ده انت كده عندك بقى هايبرتنشن بقى وضغط بقى ده، والدنيا فيها كلام تاني. شوف بقى النهارده بيقول لي ايه. بيقول لي واحنا هنا في بنعتبر في الكتب هنا لحد 100 ايه، لحد 140، فانت تمام يعني، خصوصا مع في بعض العوامل اللي ممكن تأثر على ضغط الدم تخليه يبقى مرتفع. مجهود مثلا، واحد كبر في السن، فبالتالي حصل له بليكس هنا في الايه، ترسب في الاوعيه الدمويه، ففي بعض العوامل اللي ممكن تخليه ضغط الدم يرتفع. فوقتي اعتبر الشخص ده عنده ارتفاع ضغط الدم، هنا اولا هيبقى مرتفع عن 140. طيب عشان اشخصه ان هو عنده ضغط، اولا مفيش حاجه اسمها عنده هايبوتنشن. هايبوتنشن ده مش مرض، اللي هو انخفاض الضغط. هايبوتنشن ده عرض مش مرض. اما الهايبرتنشن ده مرض، ارتفاع ضغط الدم ده مرض. ارتفاع ضغط الدم ده يا شباب مرض. طيب عشان اشخصه ان هو عنده ارتفاع ضغط الدم، لازم اولا يكون قايس 3 مرات ورا بعض، تمام؟ ويكون مستريح قبل ما يقيس، ما يكونش طالع سلم ولا الكلام ده كله. طيب افترضنا ان هو عملنا ده كله، حصل له شخص عنده ارتفاع ضغط الدم، الجهاز قرأ اكتر من 140 على 90، فبيقول لي دايجنوز يشخص لما ضغط الدم يكون اكبر من 140 على 90 اكتر من 3 مرات في 3 مرات مختلفة. تمام يا شباب. طيب ومش في نفس اليوم، على مدار 3 ايام، تمام؟ علشان ممكن يبقى اليوم ده متعصب، هو في حاجة، في مشكلة، ديت بعض الحاجات في قياس ضغط الدم. طيب عندنا الكوزس، الاسباب. عندنا برايمري او essential تايب، وعندنا السكندري تايب. البرايمري يا شباب بيكون بدون مرض، هو حصل كده يعني بسبب السمنة، عنده حاجة وراثية، عوامل وراثية، بياكل سولت ملح كتير، بيدخن، بس مفيش ما زال مش مرض حصل له. يعني التدخين ده مش مرض، هو ده مسبب ليه. عندنا الاوبيزيتي، السمنة هي مسبب ليها. طب ليه السمنة وليه التدخين؟ قال لي لان التدخين عموما انتوا عارفين ان هو بيعمل فازو كونستريكشن، مادة النيكوتين، تمام؟ دي نقطة. طيب والسمنة؟ السمنة كذلك بتودي لي لترسيب البليكس، فبالتالي أو الترسبات في الوعاء الدموي، فبالتالي بتدوق لي الوعاء الدموي. ولما بيضيق، عامل زي ما تكون بتسقي بالخرطوم، لما تحط ايدك على الخرطوم، بوز الخرطوم، فايه اللي هيحصل؟ المية تندفع، ضغطها يزيد. فده كله يا شباب بيحصل في الوعاء الدموي، احنا مش واخدين بالنا. وعندنا السكندري تايب بسبب حاجة ثانوية مترتب على حاجة. قال لي مثلا مشكلة في الكدني، مشكلة في الكلية، زي عدوى أو ضيق في الشريان الكلوي. طيب عندنا الثيرويد ديزوردرز أو الهايبرثيروديزم. الهايبرثيروديزم فيه نشاط زائد في الغدة الدرقية، تمام؟ هنا هي الغدة الدرقية يا شباب موجودة في الرقبة، هنا هي دي الغدة الدرقية، تمام؟ وكذلك في الأدرينال جلاند ديزوردرز،
مشكلة في الادرينال جلاند، الغدة الكظرية او الفوق ايه الكلوية. فهنا دي يا شباب الكلية هنا اهيت، والغدة ديت فوقها هنا اهي. وعندنا البرين تيومرز، مشكلة في الدماغ، في ورم، وكذلك استخدام الأدوية زي الكورتيزون ممكن يزود لي ضغط الدم. يعني مشكلة في الكلية الايه، وبرضو الغدة اللي فوقها، وكذلك في الرقبة فيها 2، يا إما ورم يا إما ثيرويد تيومر، واستخدام الكورتيزون. يبقى 2 هنا الكلية والغدة اللي فوقها، و2 هنا الغدة والورم في الدماغ، وعندنا استخدام الدواء زي الكورتيزون. ولو تلاحظوا الكورتيزون بناخده من بره يعني مصنع، اما الكورتيزول هو ده الطبيعي. يبقى لو مصطلح كورتيزول بالال ده اللي جسمي بيفرزه، لو انا خدته من بره دواء من بره يبقى اسمه كورتيزون. طيب افتكروا الكورتيزون بالان مصنع فيها ان برضه، تمام، مصنع. طب الاعراض اللي ممكن تجي للمريض ارتفاع ضغط عنده مرتفع، اول حاجه ممكن ما يبقاش فيه اعراض في معظم الحالات، والهاي بلاد بريشر is often discovered by chance، بالصدفه كده قاس مره ده ضغطك عالي يا حاج، طب تعالى لي كده بكره ما نقيسه، ضغطك عالي يا حاج، تعالى تاني ضغطه عالي، فاذا لا ده انت عندك ضغط دم بقى، محتاجين ايه، ارتفاع الضغط، محتاجين نمشي على أدوية عشان برضو ما يحصلش أعراض. لو تعصب ولا كده ممكن الضغط بتاعه يرتفع كتير جدا، أو لو حصل أي حاجة محفزات للموضوع. الجنرال فاتيج هو تعبان في العام كده، الجنرال فاتيج ليه؟ عنده فازو كونستريكشن، عنده ضيق في الأوعية الدموية، المغذيات مش ماشية كويس، مش واصلة للأعضاء كويس، عنده فاتيج. وكذلك الأعراض اللي عنده صداع، بلور ديفيجن، مش رؤية مشوشة، وإبستاكسس. يعني إيه إبستاكسس؟ هو نزيف من الفم، نزيف الفم أو النوز بليدنج. والهيماتوريا، هيم يعني دم، أوريا يعني إيه، في اليورين، فهنا في دم في اليورين. تمام يا شباب. طبعا دلوقتي دي لو في مشكلة في الكلية، تمام، لو في مشكلة فين في الكلية. طيب عندنا الكومبليكيشنز، المضاعفات، ممكن يحصل لك كاردياك هايبرتروفي، يعني تضخم في عضلة القلب، وكذلك الهارت فيلير، ان في ضغط الدم مرتفع. وعندنا الاريزميا ديت اضطراب في ضربات القلب، فيا اما بالزيادة او بالنقصان، يا اما ضربات قلبه زيادة او ضربات قلبه قليلة عن المعتاد. طيب والبرين هيمورج، يحصل لي نزيف في الدماغ، وده هتلاقوها كتير، واحد اصلا عنده ضغط عالي وما يعرفش، تمام، قاعد في بيشتغل في منطقة حارة، حس ان هو دايخ مش عارف ايه، راح جاي واخد حتة اسبرين، تمام، الله يفتح عليه، عمل سيولة. طيب الضغط زاد اكتر، عمله نزيف في الدماغ، جلطة دماغية حصلت، وانا اعرف حد كده. تمام يا شباب. اكيوت وكرونيك كيدني فيلير، يعني فشل في الكلى. تمام، يبقى عندنا القلب حصل له هارت فيلير او كيدني فيلير، الكلية بتعمل غسيل، تمام صح، للدم، وهنا القلب بيعمل ضخ للدم، فهنا لما يحصل فشل يبقى وظيفته ما بقاش بيقوم بيها كويس، وكذلك الكلى ما بقتش بتقوم بوظيفتها كويس. طيب وعندنا برين هيمورج، نزيف في الدماغ وجلطة، ممكن تؤدي لأعراض كتير، شلل نصفي كلي ايا كان بقى ايه اللي هيحصل، الاعراض اللي هتحصل له. وفيجوال امبيرمنت، ضعف في الرؤية بسبب الريتينال افكشن، التأثير على الايه، على الريتينا، اللي هي الريتينا شبكية العين. تمام يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الدايجنوزس، عشان اشخص واحد بارتفاع ضغط الدم، هنا بيقول لك CBC علشان اشوف ممكن يبقى في مشكلة في الكلى ولا الكلام ده كله. البلاد شوجر عشان اشوف في عنده سكر كمان ولا لا، لان هي بتبقى على بعضها، السمنة، سكر، ضغط، تدخين، ده كله بيجي ايه، بتلاقيها في معظم العيانين لما تلاقيها الحاجات دي بالذات، لا هنا في مشكلة. تمام، والسيروم يوريا عشان اشوف، والكرياتينين عشان اشوف برضو وظائف الكبد، اليوريا، سيروم يوريا، اليوريا في الدم، تمام، هشوف الكلية بتخلص منها كويس ولا لا، والكرياتينين كذلك، والكوليسترول والترايجليسرايدز برضو ديت ايه، الدهون الثلاثية. والفندس اكزامينيشن اشوف في تأثير، في مشكلة في العين ولا لا، واشوف الريتنا تمام ولا ايه. والايكوكارديوجرام اشوف الالترا ساوند على الهارت، لان هو قال لي من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل
ايه؟ قال لي مش تضخم القلب، فانا هطمن عليه. تشيست اكس راي، يعني شيست يعني الصدر، واكس راي فهو كذلك برضو الاي سي جي الكتروكارديوجرام اللي هو بعمل شوف رسم القلب، تمام، الكهربي، هشوف في برضو في مشكلة او مضاعفات للقلب ولا لا، والاريزميا او اضطرابات القلب والكلام ده كله. تمام يا شباب، تمام جدا. بالنسبة للعلاج بقى، اول حاجة اعالج الاسباب اللي ادت لي ضغط الدم. لو هو بيدخن يا جماعة ما بلاش تدخين. طيب لو هو سمنة، عنده سمنة يا حبيبنا بلاش خلي بالك من السمنة والأكل بتاعك، وكذلك الرياضة. يبعد عن الاسترس، العصبية والتوتر، والسايكولوجيكال انكزايتي اللي هي برضو التوتر والقلق النفسي. وكذلك استخدام المهدئات is permitted، يعني مسموح به. طيب reducing excess weight، يقلل من الوزن الزايد، يقلل لي من الملح في الأكل، reducing salt in food. تمام. و practicing simple exercise like walking، يمارس رياضات بسيطة زي المشي. وعندنا smoking cessation، يعني وقف عن التدخين. و treatment with medications، يعني العلاج بالإيه؟ بالأدوية along with periodic blood pressure monitoring، العلاج بالأدوية مع متابعة ضغط الدم من فترة للتانية. طيب من ضمن الأدوية اللي ممكن يستخدمها عندنا الاندرال، عندنا الإيه؟ الاندرال. طيب في مادة فعالة اسمها الإيه؟ البروبرانولول، بروبرانولول. وعندنا إيه تاني؟ عندنا الكابتو بريل، المادة الفعالة كابتو بريل موجودة في دواء اسمه كابوتين، اداك كابوتين والاندرال. وعندنا الإبيلات، تمام. يبقى الإبيلات كابتوبريل موجود عنده في الكابوتين، وعندنا الاندرال موجود في مادة فعالة البروبرانولول. تمام يا شباب، تمام. كان معكم دكتور حسن حمدي من كورس نرسونا. لو تايه ومش لاقي حد يعينك ويدلك، احنا معاك ان شاء الله طول السنة. ربنا يوفقكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل ما تمشي ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتنشر الفيديو مع زمايلك عشان الخير يعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.